السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ محدا كتقاقي وهي كتزيد في البيض. اجيو معايا نشوفوا شنو قال الاعلام التونسي على الاغنيه النمبر وان، الاغنيه ديال التشجيع ديال المنتخب الوطني المغربي، لا كوب دافريك 2025. اجيو نسمعوا مجموعين ونشوفوا شنو قالوا. لكن مش هذا الموضوع الموضوع ديال الاخت هذا هو اللي غادي يتطرق ليه الشابه التونسيه الواعده. سمعوا الموضوع. الأساسي للناس اللي تبعت الليلة هذيك صار تقديم الغنية اعتبرت كنشيد خاص بالمنتخب المغربي في البطولة الإفريقية وبقية التظاهرات الرياضية اللي شارك فيها المنتخب المغربي أسود الأطلس للمنتج المغربي العالمي ريدوان. الأغنية اسمها مغربي، هيت نسمعوا منها شوي. الاغنيه ديال المنتخب المغربي اللي صورها ولا اللي لحنها المخرج العالمي رضوان. بزاف ديال التساؤلات كتطرح في هذا الفيديو هذا. كاين بزاف ديال الطعم المدسوس ولا السم المدسوس. سمعوا باش تعرفوني علاش داوي. قال لك حقا ما حقا اللحن مشفور. ستيك كالم. بعدا قولوا لي كيفاش جاتكم هذه الاغنيه. انا هذه الاغنيه حمقتني، الرقم واحد بالنسبه لي. النهار اللي غادي نمشي للتيران ما كاين مغربي وراسي مرفوع، هذه غادي تهز القلوب. عرفتي فاش غادي يكون لاعب المنتخب؟ القشعريره غادي تبدا، القشعريره الناس غادي تنوض تغني، كل شيء غادي ينوض يغني، حب من حب وكره من كره. المغربي. دونك هذه الاغنيه اللي كانت سمعتوا الاغنيه؟ كما قلت ايوا سامعوا دابا الزين والاناقه شنو غادي يقول عليها. قلت لكم المنتج المغربي رضوان اي رضوان عرفناه هو اللي انتجها، ولكن زيد اعطيني القاصح باش نعطيك سنتي لودنيك. اعطيني. برد كاين نشيد للمنتخب المغربي باش تغنى في الفيراج كل ما تكون المغرب تكور. هذه الاغنيه هذه راه ماشي ديال لاكان 2025، هذه اغنيه ديال تشجيع المنتخب الوطني المغربي. هادو المشجعين الجمهور هو اللي غادي يبقى يقولها. دونك حسب البيان المشروع هذايا الاغنيه اسمها كما قلت لكم مغربي باش تكون جزء من البوم 100% مغربي من انتاج الرضوان بدعم من فوق. الحمد لله، هذا مشروع 100% مغربي وبدعم من وزير الرياضه فوزي القجاح. هذه عرفناها حتى هي. اعطيوني حشيه الهضره دابا، حشيه الهضره تصنتوا معايا حشيه الهضره. فوزي لكجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، والناس اللي ما تعرفش انه الاغنيه نتاع هالا مدريد اللي هي زاده من انتاج وكلمات اي هالا مدريد هو عرفنا السي رضوان هو اللي دارها. شحال هذه قديمه، كل شيء عارفه صغير وكبير. رضوان زاد كيف كنت من طلب بيريز به. بيريز هو الرئيس ديال الريال مدريد. اللي عجبني في الموضوع لهنا انه المشروع هذا يشمل شراكه جديده كما قلت لكم بين المنتج المغربي والجامعه والفيدراسيون نتاع المروك. الهدف نتاعها هو انتاج مشاريع فنيه ورياضيه مغربيه. الحمد لله ولينا كنديروا الانتاج مغربي 100%، ما بقينا كنعتمدوا على حتى شي واحد. عندها بعد عالمي. المهم بعد عالمي. راه الاغنيه ديال هالا مدريد راه ضربه الرقم واحد. هالا مدريد راه ما كاينش اللي ما كيغنيش هالا مدريد. بعد عرض الاغنيه هذه صار نقد كبير. هنا فين عواج الفكوس. قال لك النقد نهار اللي غناو ولا نهار اللي تعرضت الاغنيه المغربيه. هنايا فين كيديروا لك العصا في الرويضه. هنايا اسمع. صار هذايا واعتبروها ماهيش في المستوى. ماشي في المستوى. قال لك اسيدي الشعب المغربي اعتبر هذه الاغنيه ماشي في المستوى. شوف قله قليله اللي ما كتفهمش هما اللي قال لك حقا والواد هاد الاغنيه هادي، ولكن اللي تصنت ليها وكتب الكلمات ديالها وعاود غناها غادي تعجبو، غادي يموت عليها بحالي انايا بها. او الكلمه الاصح لهنا اتهام بالسرقه نتاع اللحن هذايا. سمعتوا شنو قالت لك؟ هنايا كيتهموا رضوان بالسرقه ديال اللحن ديال هاد الاغنيه.
هانتوما غادي تسمعوا شكون هي هاد المغنيه الامريكيه اللي سرق ليها الالحان ديال هاد الاغنيه ديالها، السي رضوان. شحال كتب ليها واليوم غادي يسرق ليها. النجمه بريتني سبيرز كانت تعتبر ها الاغنيه كريمينال. بريتني سبيرز. يعني بريسك برشا ناس حسوها في نفس غير بزاف ديال اللحن. الناس شبهوها بحال واحد السراب هذاك اللي كيكون مع التيوتيوه ديال الشمس بحال هكاك، غير شبهوها. بون في عالم الموسيقى هادو اللي شبهوها ما عارفينهاش واش مسروقه ولا ماشي مسروقه. المهم ملي كيشوفوا شي حاجه ولاد المغرب ولا ابناء المغرب خطا واحد الخطوه وكلاسا واحد الكلاسمون عالمي، هنا كيبغيو يديروا له العصا في الرويضه، كيبغيو يعكلوه. فين ما مشيتي تلقى هاد الحساد. اللهم كثير حسادنا. اسمع حسب المختصين اللي حكاو برشا، خاطر قلت لكم راه اثارت برشا جدل على مواقع التواصل الاجتماعي من نهار الجمعه هذايا. يقول لك ينجم يكون اخذ الموافقه وينجم يقول ها شتو دابا حشيه الهضره. قال لك يقدر يكون خدا الموافقه من عندها، يقدر ما يكونش واخد الموافقه من عندها. لك زاده اللحن ينجم يتعاود وفما اعاده توزيع وغيرها. لكن الجدل اللي صار حول النشيد رجع للمستوى هذوما حسب المختصين اللي قالوا انه للمستوى الفني ماهوش لشبهه السرقه. يقول لك انه الاغنيه اللي انتجها ولا كتبها ولا عملها الرضوان ما كانتش بنفس مستوى النشيد. لا سمحي لي ما متفقش انا وياك في هذه. عندها نفس المعنى، عندها نفس الايقاع، عندها نفس كلشي، غير انت الله يهديك واش بغيتي يدير ليها؟ واش يدفعها يهزها فوق راسو هاد الاغنيه؟ الحمد لله. شوف المفاجاه هي ملي غادي يدخل المنتخب المغربي في كاس افريقيا 2025 نهار الماتش تما اللي تصنتي. لا اسمحي لي ما يمكنش تقولي هذا الكلام ونخليه يعبر مرور الكرام. هاد الاغنيه هذه عندها نفس المستوى ولا نفس المعاني اللي غنى على النشيد الوطني ديال ريال مدريد، نفسه. زوينه واعره، انا بعدا عجباني، عموتي بالسم. النشيد الرياضية اللي كان ينتجها للفرق الأجنبية، وهذا اللي غشش برشا الجماهير المغربية. المهم رضوان كان جاوب عليه. اجي نسمعوا رضوان شنو قال. رضوان جاوب على ذاك المنتقدين اللي نسبوا هذه الاغنيه بانها الكان كيهديها للكان ولا كيهديها. هو ما كيهديهاش للكان، هو كيهديها الالتراس ولا الالترا ديال المغاربه، الناس اللي كيشجعوا ولا الناس اللي غادي يشجعوا المباراه ديال المغرب ولا جميع المباريات ديال المغرب. الانتقادات هذه نسمعوا شنو قال. يلا نسمعوا شنو قال. اجيو نسمعوا دابا رضوان شنو قال الاخوان. نسمعوا رضوان شنو قال. يحشي لهم هنا الهضره بالعلالي. يقول لهم الا كنتو نتوما كتقولوا هاد الاغنيه هادي ولا غادي تحسبوها لاكاف، هذه راه هي ديال المنتخب المغربي. اسمع. السلام عليكم، معكم رضوان. للتوضيح، هذه الأغنية اللي أنا عملتها هي أغنية على الطريقة الأولتراس، هم المشجعين للفرق، ولكن في هذه الحالة هي للمشجعين المغاربة، وبنفس الوقت هدية من رضوان إلى المنتخب المغربي. هدية إلى المنتخب الوطني المغربي. إذا الأغنية هنا باش ما يشدوهاش شي وحدين اخرين ويبقاو يغنيوها في بلاداتهم. راكم عارفين كنهضر على بوصبع، راه ما كيحشمش. هي مش أغنية كأس إفريقيا، وأنا بتفهم شتي شنو قلت لكم؟ ماشي ديال كأس إفريقيا، هذه خصيصا مهداة للمنتخب الوطني المغربي. الدراري الماتش الجاي غادي نحفظوها ولا غادي نكتبوها كلنا في ورقه وغادي نديوها للتيرانات وغادي نبداو نغنيوها ونهزوا المدرجات. أنا بعض الناس ظنوا أن هذه أغنية كأس إفريقيا، ولكن الناس عرفتوا شكون الناس؟ الصندالة صباع، الجار ديالنا، الجار العزيز والغالي علينا، هذاك خطأ كبير. زي ما عملت أنا أنثم للريال مدريد، قشيعة وصحابه والعصابة ديالو تاو.
مدريد. هذا عملته لبلادي اللي هو المغرب، بلادي الحبيب، وللمغاربة. وهذا هي أغنية الأولى من بروجكت اللي هو مشروع ألبوم اللي هذه غير الاغنيه الاولى ديال هذا البروجي، هذه مازال الاغنيه الثانيه والثالثه والرابعه. حنا كل عام نبقاو نديروا اغنيه مالنا، ما عندنا ما يدير. ما داز في التاريخ. أول مرة بنعمل ألبوم لا للمنتخب. برافو، لا برافو عليك خير ضوان، واعر واعر واعر، كنعترف بك انا، واعر واعر، برافو برافو برافو. وللمغاربة بصفة شكرا على هذه الاغنيه، انا عجباني بزاف، واعره واعره واعره. الماتش الجاي انا نغنيها ان شاء الله، غادي نغنيها وغادي ندير لكم فيديو. عامة للشعب وللكراود للبابليك، عشان يكون زي ما كاين الفرق عندهم اغاني بيشجعون بهم ويسمى بالالتراس في العالم كله معروفين، ولكن ما في التراس للمنتخب. وهذه اول مرة انا بهذا الفكرة. لا كاين داك الاوتراس السردوان، هذيك ديال سير سير سير، هذيك واعره، هذيك زوينه، هذيك واعره. هذه ويعني كنظن فكرة جميلة جدا أن يكون عندنا أغاني للمنتخب المغربي. فلهذا I think this is an incredible idea للتوحيد، للتشجيع، وفي نفس الوقت you scare the opponent. حماس كبير كبير كبير. Thank you so ولينا much. زاد من رأي رضوان أعتقد. لا، هذا كلام حقيقي، قال لك رأي ماشي رأي. هذا راه وقفك عن حدك اش من الرأي ديال رضوان، الله يهديك، سمحي لي. انه مشاريع كيما هكا ياسر مزيانه، ما ريتش وما نتفكرش انه فما اغنيه هكا فيها الفايب ولا الريتم تاع الالتخا وغيرها للمنتخبات في العالم. احنا في تونس دايوغ والله فما دو فوا مثلا نمشيو للمقابلات للمنتخب التونسي ما تلقى ما تقول يا ستير دوان يلا عافاك بليز، دير لهم شي اغنيه تا هما يتحمسوا ينوضوا ويشطحوا يديروا الموجه ويقولوا داك السير سير. يلا سير دوان، راك عارف كلشي بالفلوس، حتى شي حاجه ما فابور. يلا لا كوني على خاطرك صافي. ما تلقى ما تغني كنت. انا هضرت معاه، غادي تلقاي ما غادي تغني، كوني على خاطرك، غادي تمشي تنتيا للمدرجات معززه مكرمه، وغادي تلقاي واحد النشيد الوطني التونسي، وغادي يهدي لك ستير دوان ان شاء الله. راه حنا هضرنا معاه، بلاتي شويه نكتب ليه واحد الواتساب، راه عندي التليفون ديالو. كوني هانيه. تونسية معاك ربي وني ديما، يعني الاغنيات الاخرين نراو موجودين على السوشيال ميديا. كيف ما شفتوا الاخوان، راه شحال من واحد كيدير هذاك الدوره ديالها، هو كيدخل لك من جهه كيبغي يشدك دائما من جهه ضارك، ولكن الحمد لله اغنيه ديال سير دوان 100% مغربيه ومشروع مغربي. كنشكروك السير دوان على هذه الاغنيه، انا عجبتني، واي حاجه درتيها احنا معك. وشكرا حتى للسي فوزي القجاع. تحياتي الاخوان، ما تنساوش تدعموا القناه، ونتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله.